اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم حشرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور الكرام جميعا مع حفظ الألقاب وحفظ المكانات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صدق الله العلي العظيم. سادتي الكرام، قرار اليوم بالتوقف وإعلان أن النقطة التي وصلنا إليها هي النقطة النهائية التي من المتعسر إن لم يكن من المستحيل أن نتخطى أكثر منها. لا هو رغبة مني لأن أترك الساحة أو رغبة عنكم أو زهدا فيكم، وإنما هو هذا الواقع الذي يفرض نفسه عليه لأسباب عدة، منها الالتزامات الشخصية. واقعا تراكمت علي التزامات كثيرة جدا على المستوى الأكاديمي، على المستوى التبليغي، على المستوى العلمي. تدرون بعد احنا في سلك معين ذو اتجاهين أو اتجاهين، اتجاه أكاديمي واتجاه حوزوي، وكل اتجاه له استحقاقات. احنا ما نريد نكون دائما سطحيين، لابد ان نطور انفسنا، وان كان العمر الان تقدم فينا، لا، الحركه العلميه تحتاج الى مواكبه والى استمراريه. وانا شفت هاي الفتره صار عندي ركود على المستوى العلمي في الجانبين الاكاديمي والحوزوي، حتى لم اعد قادرا على اعداد بعض الخطط اللي هي تليق بالمرحله اللي احنا وصلنا اليها. هذا واقع لكثره المشاغل، والاخوه في المنطقه يدرون كل زين مدى الضغوطات اللي جاي تصير. وكما تفضل احد الاخوه يقول يعني هم لو يتركونا فقط بالمطالب العامه ممكن انه احنا نتابعها بطريقه واخرى ونتواصل معهم. لا، في دقائق اللي يريد ينقل، اللي يريد درب سبوي، درب تراب، اللي يريد له عمود، اللي يريد له محوله، اللي يريد له شغله، اللي تعطلت شغله مقاميه. هذه اضافه الى الامور العامه. وبعد بصراحه انا ما اقدر اصد واحد او ارد واحد، يمنع حتى نكذب، لانه نعطي وعود وما نقدر نسوي، فعلا ما نقدر نسوي. الاخوه الناس الخيرين، الناس اللي جاهدوا في الحراك وبذلوا ما بذلوا لهم حق، لكن احنا ما نستطيع نحقق هذه المطالب التي يطالبون. تارة تكون شخصيه وتارة تكون عامه. للاسف يعني هسه خلينا نستغل بالامور الشخصيه كما قلنا الواقع مثلا العلمي، اذا اضافت الى الالتزامات الاجتماعيه، التزامات اسريه، وهذا تتطلب وقت. انا اشوف انه يعني هذا يحتاج لفريق من المساعدين، وهذا ما ممكن تحقيقه لانه لا جهه حزبيه ولا جهه حكوميه حتى نخلينا مساعدين او غير ذلك. ومن اليوم اللي يطوع مجانا يشتغل الا النزر اليسير. هذا الامر الاخر كما قلنا على صعيد المطالب، الناس تريد مننا وحقها. شافتنا قدمنا خطوات، التقويه المسؤولين، كلمتنا مسموعه. مجرد انه مثلا
تغريدة معينة تترتب عليها آثار، فتصورت الناس أنه إحنا صارت أن اليد الطولى في تحقيق كل ما يصبو إليه الناس، ولذلك تراهم يراجعون. للأسف بعض الأمور والمطالب تتعلق بقضايا عامة ويصير بها تلكؤات وتاليها مردودها عالية، لأنه الحركة العمرانية حركة الخدمات بدأت مع الحراك، فسلبيات العمل وإيجابيات العمل تحسب على الحراك، أليس كذلك؟ مو صحيح؟ دامت تحسب على الحراك، فمن يصير تمييز بين الناس مثلا يقول لك أنتم يا جماعة الحراك أنتم تميزون بين الناس. من يبدأ مشروع ويتلكى يقول لك أنتم يا جماعة الحراك ما جاي تتابعون المشروع. من يصير يقع الحيف على بعض الناس بسبب مشروع معين دون غيرهم، هؤلاء الذين وقع عليهم الحيف المظلومين. أنا راح أعطيكم مثال وأخونا حاضر، مسألة شط الجبل اللي هي صارت من أكبر المعضلات اللي انعكس سلبياتها علينا. بدأوا الأخوة، ومع الأسف هذه حرب نفسية صار لها قرابة السنة مع أستاذ خليل. هذا شط الجبل نهر سيادي مطلوب أنه يعود إلى حالته السابقة بأي طريقة وأخرى. بدأوا الأخوة خطوة جريئة، أزالوا بعض التجاوزات. هذا اللي زال تجاوزاته خاطبني إلي وخاطب حتى السيد القائم مقام وغيره، قال لهم أنتم زدتوني الآن، زدتوا محلاتي وجيتوا وسويتوا، ما يخالف، بس تستمرون بهذا المشروع. خلونا نستمر بهذا المشروع، وإذا هذا المشروع توقف وتسمى، وهاي صار أشهر، والناس تجي وتلوم يا جماعة الحراك أنتم اللي حركتوا المياه الراكدة، وأنتم اللي بسببكم صارت هاي المشاريع. ليش بعض الناس تفلشت والناس ما تتفلش؟ هذا مشروع شط الجبل واحد اللي هو ما يشكل نسبة ضئيلة جدا من مشاكلنا، لكن نطرحه باعتباره واقع حال قريب مني. أتواصل ويا أستاذ خليل ما أحصل بس الوعود. أنت أستاذ خليل وراءك جهة الموارد المائية، وتقول لك احنا عندنا انهر هاي تابعة إلنا ملكنا وإلها حق، يعني تخليني أنا أصير بالواجهة وأتصدى له في أستاذ علي لو القائم مقام. أنت اليوم أنت هاي مسؤوليتك، تحدد، تجيب الإحداثيات مالتك وتحدد النهر وين تجاوزات النهر وتشتغل عليه مع احتراماتي للناس. احنا يلجؤوننا الأخوة إلى أنه احنا نتكلم ونسمع الناس، واحنا أخوة ما تأخذنا بالله لو مثلا. أنت خلي إحداثياتك واشتغل على هذه الإحداثيات وتوكل على الله وكمل النهار. ما يقارب السنة، مرة الحفار يشتغل هنا، مرة يوفر للهور، مرة يروح يم العلم، مرة ويترك، طبعا هذه بيناتها فراغات، مرة يطفر الباهلة، مرة يرجع للشرب، وما تعرف شنو. تقل له على النهر قال لك ها والله احتاج آليات، طلعنا له آليات، اجى واحد اعترض عليه وقف الآليات مال الشركة سحبت آلياتها. هاي واحد من المشاكل. أنا مو معناه هو السبب اللي خلاني اليوم أنه اتخذ هذا القرار، لا، أقول الناس تريد من عندي وأنا ما أقدر أتابع الموضوع، متابعة الموضوع عبث، أتكلم بالجروب ماكو إجابات، وإذا كان إجابات وعود، وهذه الوعود ما تنفذ. أرجع وأقول مو معناه أنه فلان أو أستاذ خليل أو كذا هو سبب قراري هذا. سبب يجوز هم مثل ما تفضل الأخوان، هم قاصرين مو مقصرين، ما عندهم إمكانية، والناس تلوم. بس من الناس تلومنا وصلت إلى درجة أنه يقول لك إحنا نشتكي عليكم، أنتم السبب، تفلشتونا وخليتوا الآخرين، فلشتونا وما كملتوا المشروع، إحنا إذا مستهدفين. هكذا على قضية الشرع وقضية كثير من القضايا. السبب الثاني هو هذا، السبب الأول قلنا شخصي التزامات، السبب الآخر هو أنا بعد ما أقدر ألبي طموحات الناس، وصلت إلى مرحلة خلاص كفرت، نعطي وعود للناس وما نقدر ننفذها. عليه نكرم أنفسنا، نحترم أنفسنا،
لا تصير مثل اللي يسوونه انه نخادع الناس ونكذب على الناس. طبعا التقصير مو بدوائر القضاء، اذا اكو نسبه من التقصير بدوائر القضاء فهي اقل من نسبه التقصير في الحكومات الجهات الاعلى. مشروع مثلا ما يسوى انه يتاخر له شهر، يتاخر له سنه كامله، مثل قضيه المقله. مو سنه تقريبا موجه رئيس وزراء على قضيه المقله. شنو قيمه المقله؟ احنا اول ما وجه رئيس الوزراء قلنا للناس يا بالمقلع ان شاء الله خلال اسبوع اسبوعين، وهاي اسبوعين صار لنا تقريبا سنه. كذابين امام الناس ومو كذابين. انا ما اريد ان احطط هذا الموقع بصراحه، ما اريد ان احطط هذا الموقع. لو انطي وعود للناس وهاي الوعود تكون صحيحه وتمشي، ماكو. وانا قلت سابقا احنا سبحنا في بحر او سبحنا في نهر مو ميدان، ما نقدر عليه. ميدان المراوغه والكذب والخداع، لانه الطرف الاخر الطرف الحكومي اقولها بصراحه هو هذا ديننا. هم متعودين على التسويف والمماطله والخداع. انا ما اريد ان اصير حلقه وسط لهذا الخداع والتسويف والمماطله. وصلنا الى مرحله معينه بعد ما نقدر نقدم الاكثر، اقول لها بكل صراحه. هذا السبب الثاني. السبب الاول هو الفرق والمحاولات. واذا لا طلبت الساحه وطلب الامر ان نكون موجودين، لا اثقوا بالله ما نخيب املكم ولا نخيب ظنكم، وراح نكون موجودين وتحت امرتكم وبخدمتكم. فموضوع اليوم وقرار اليوم اثقوا بالله ما يعني لا هو ارتجال. خاف الناس تقول مثلا هذا ارتجال، ومتهم انا في بعض الاحيان وبعض الاشخاص يتهمني بالارتجال. لا، صار لي فتره وصارع نفسي انه اشوف الافق شبه المسدود. انت تطلع تظاهرات وتهدد مكان معين تسمع كلمتك، مجرد ان تنسحب من التظاهرات تبقى لو تروح تتوسل ويدرون بي، تدرون بي، تقول الان عرفتوني او اهلي يدرون بي من الاول. انا مو ما دام ما اتوسل، ما اتوسل. لو يمكن ابقى على الصعيد الشخصي ماكو شيء، اكو هواي امتيازات انا من استحقاقي بالله العظيم ما حصلت عليها، ما رحت لا اتوصل بالمسؤول الفلان ولا الفلان الفلاني ولا اتوسط واحد من الناس. مصالح شخصيه كثيرا ما حصلت عليها، هم على المستوى الجامعي وعلى المستوى الفصل السياسي باعتباري سجين. بالله اللي غيري حصله هو ما حصلت لانه ما اتوصل، لا اتوسل. نعم المصلحه العامه تسوى تتوسل، بس كون اللي تتوسل به فعلا يستاهل انه يذب او قطرات الجبين عليه. فارجو المعذره. وهذا قرار الانسحاب مو معناه تخلي، لا، احنا ما نتخلى عن مسؤوليتنا. واذا يوم من الايام كان قراركم بانه احنا حتى نستحصل حقوقنا المتبقيه او مطالبنا اللي تسوفت، فقررت بانه تطلعون في تظاهره، انا راح اكون ان شاء الله بينكم وامامكم وبخدمتكم وخلف رايتكم. هذا ما عندي، واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وان يرينا ما هو حق فنتبعه وما هو باطل فنجتنبه. اترك اذا بعض الاخوه عندهم مداخلات، واقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حكي جازم كلمة انسحاب صعبة على بسرعة عامة أو من الراحة إذا شايف لازم ونحدد بس المصلحة العامة الشخصية نتجنب منها. الناس اللي تجي عليك هي ناسك واهلك، صحيح؟ وتعرفك مو دوله حتى تنفذ مطالبها، مو؟ فانت لازم المراجعات يخففون عليك. شيخنا احنا نريد من عنده شيخنا ورخصتك. احنا نريد من عنده. احنا نريد شغله من عنده. يعني محاولة صار لنا شهرين نركض اليوم. حبيبي مو دوله، غير مطالب موجود.
الكهرباء رحنا له. رحنا لابو الكهرباء عيشنا معكم.